يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. مش أنا كل يوم بشجعكم إن انتوا تعملوا كل حاجة بالرضا؟ المرة دي بقولكوا لأ، إلا المكوى. أكتر حاجة فعلا في الدنيا توجع الظهر. أنا مستعدة أعمل كل حاجة إلا المكوى، بس في اليوم اللي باكو فيه ولا أطبخ ولا أساوي ولا حتى أبص حواليا، لأن طبعا بيبقى واخد اليوم كله وظهري خلاص على آخره. ايه رأيكم ان نخلي كل واحد يكوي حاجته وبعدين يجمعها حتى؟ يعني كل اسبوع مثلا يقعد ساعة كده ويعملها. بس انتوا فاكرين ان هم عملوا حاجة؟ ما حصلش. اكيد اكيد طبعا انا اللي عملت كل ده. انا بس بقول لكم انتوا شجعوا نفسكم كده وخلي العيال تقوم تعمل حاجتها، او حتى الكبار. طبعا عارفين مين اللي بتكلم عليهم. بس حاولوا كده ما تتعبوش نفسكم في المكوى بالذات، مش مستاهلة. هو كل واحد لو عملها هيحس بينا. ويا رب دايما خير. اهو اديني بشجعكم. المرة دي الوحيدة اللي بقولكوا لا، خليهم يعملوا حاجتهم. انا بالنسبة لي ما اقدرش ان انا استحمل ده، بس اديني عملتهم برضو. بس خلي بالكوا فعلا بتوجع الظهر وبتاخد الوقت. وطبعا لو احنا جمعناهم وجمعنا الكمية دي كلها بالطريقة دي، طبعا خلاص يبقى احنا كده انتهينا. اللي عايزة تكوي زي ما قلنا تكوي براحتها. ولو انتوا لاحظتوا ان حاجتي مش موجودة معاهم، مش موجودة خالص، بس يلا اديني بعمل لهم اللي اقدر عليه. بس انتوا فاكرين اليوم ده انا عملت فيه حاجة؟ وحياتكم ولا حاجة خالص. ولا اكل ولا شرب ولا حتى بصيت حواليا. انا عشان اوصل للمرحلة دي تقريبا كده خدتلي من 3 ل 4 ساعات، طبعا مش متواصل. بس علشان اوصل للمرحلة دي عملت كل دول وخلاص. اليوم خلص عليا وعلى اخري. واللي هيعترض بقى ان المكوة متكسرة شوية ولا مش عارف ايه، هما كل حاجة الحاجة الوحيدة بس اللي عملوها ان هم اخدوا هدومهم وودوها مكانها. او كتر خيرهم يلا. بس انا بعد كده هحاول ويا ريت انتوا كمان تحاولوا ان احنا نخليهم هما اللي يعملوا حاجتهم، علشان احنا ما بنستحملش نعمل اكتر من كده. بس مين بقى يسمع الكلام؟ اكيد المرة الجاية برضو انا اللي هكوي. يلا خليهم يتهنوا دايما بحاجتهم، وانا هحاول برضو اعمل زي ما انتوا هتعملوا. بس شوفوا انتوا هتعملوا ايه واكتبولي، هل انتوا اللي هتكووا ولا هتخلوا حبايبكم هما اللي يكووا؟ والرسوم بقى في الدولاب براحتنا. خلي بالكوا بس ايه، العيل الصغير ما يمسكش المكوى، فطبعا هتضطري انت اللي تكويله. والكبير مش فاضي فهتضطري برضو انت اللي تكويله. يعني ملهاش حل، انت اللي هتعملي كل حاجة. او كله بثوابه. هنقول ايه بس؟ وبعدين نرصهم ونخليهم بأحسن شكل كده علشان يبقوا مبسوطين هما بيفتحوا. ويا رب يهنيهم بحاجتهم. خلاص اتفقنا هنعمل ايه؟ احنا نكنس نمسح نطبخ نغسل، ملناش دعوة بالمكوى خالص. المكوى دي كل واحد ياخد حاجته. وطبعا الكبار عارفين مين هما الكبار او مين هو الكبير بتاع البيت. كل واحد يعمل عشان ظهرنا ده بتاعنا لوحدين. لو قلنا محدش هيقدر يساعدنا. يلا، اللي تقدر تعمل مكوى تعمل. انا شخصيا بقول لكم يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.